بيبدأ الفيلم ببويكا وهو في سجن شديد الحراسة في روسيا، وبيتعمل في السجن ده مباريات ملاكمة ما بين المساجين، وده تحت إشراف إدارة السجن، وبيتم عمل عليها مراهنات بفلوس كتير جدا. وبيظهر في حلبة القتال أقوى مصارع في السجن واللي بيكون اسمه بويكا، وبيقول مذيع المباراة إن بويكا لعب 34 مباراة بدون ولا هزيمة، وإن هو دخل السجن لأنه ارتكب جريمتين قتل. وبعدها بيدخل المقاتل اللي هيواجه بويكا وبيبان إن هو مقاتل قوي، ده غير ان هو لعب 14 مباراة بدون ولا هزيمة. وبتبدأ المباراة وكل المساجين بيكونوا بيشجعوا بويكا، ومن اول لحظة بيسيطر بويكا على الماتش وبيسدد لخصمه ضربات قوية ومميتة وبيوقعه على الارض اكتر من مرة. ولكن الملاكم ما بيكونش سهل وبيكون قوي جدا، وكل مرة بيقوم وبيواجه بويكا تاني فبيزهق منه بويكا وبيهجم عليه وبيدوله الضربة القاضية وبيكسب بويكا المباراة. وبالتالي كل الناس اللي كانوا مراهنين عليه بيكسبوا فلوس كتير جدا. وبيظهر شخص اسمه جاجا واللي بيكون مسؤول عن إدارة الماتشات دي، وبيقول المساعد بتاعه ان هم لازم يلاقوا ملاكم قوي يقف ضد بويكا والا هيخسروا فلوسهم كلها في خلال شهور قليلة. فبيقول جاجا ان هو لقى المقاتل ده وخلاص هيجيبه للسجن قريب. وفي مكان تاني بيظهر بطل العالم في الملاكمة واللي بيكون اسمه جورج، وبيعمل اعلان لشركة روسية ولكن اللغة بتكون صعبة عليه لانه امريكي، فبيطلب المخرج ان هو يوقف التصوير ويعيد من الاول. فبيتعصب جورج وبيرفض ان هو يكمل الاعلان. فبيجي مدير اعماله اللي اسمه فيل وبيهديه وبيفهمه ان في عقود بينه وبين شركة الاعلانات دي وهو لازم يكمل الاعلان والا هيخسر فلوس كتير جدا، ده غير الشرط الجزائي. فبيضطر جورج ان هو يكمل غصب عنه. وبعدها بيرجع جورج للفندق اللي هو قاعد فيه وبنشوف فيل وهو قاعد مع مجموعة من رجال الاعمال، وبمجرد ما بيشوف جورج بيروح يتكلم معاه. وفي نفس الوقت ده بيكون في مجموعة من المجرمين في اوضة جورج وبيخبوا في اوضته كمية مخدرات محترمة. وبمجرد ما بيدخل جورج اوضته بيهجم عليه واحد من المجرمين، ولكن جورج بيضربه بقوة وبيمسكه وبيسأله هو بيعمل ايه في اوضته، ولكن بيجي واحد على اخوانه وبيضربه على راسه فبيقع جورج على الارض وبيغمى عليه. ولما بيصحى بيلاقي قوات الشرطة موجودة في المكان وبيحققوا في اللي حصل مع جورج، واثناء ما هم بيفتشوا في الغرفة بيلاقوا كمية المخدرات اللي العصابة دستها لجورج. ولما الشرطي بيسأل جورج عن المخدرات بيقول له ان هي مش بتاعتي وان هو ما يعرفش عنها حاجة، فبالتالي بيتم القبض على جورج. والصحافة ووسائل الاعلام مش بترحمه وبيتكلموا عن الخبر. وبيشوف جاجا الخبر في التلفزيون وبيكون مبسوط لان دي اصلا كانت خطته، وبكده تكون نجحت خطته. وبيتم نقل جورج لنفس السجن اللي فيه بويكا. وبيدخل جورج الزنزانة وبيتعرف على زميله في الزنزانة واللي اسمه ستيف. وتاني يوم بيروح جورج علشان يفطر وبيروح ستيف ويقعد معاه، وبيكون جورج في قمة غضبه ونفسه يعرف مين اللي لبسه التهمة دي، وبيكون عاوز ينتقم منه لانه حبسه بدون ما يعمل حاجة. وبيجي بويكا مع رجالته وكل المساجين بيقفوا احتراما لبويكا ما عدا جورج بيفضل قاعد في مكانه. فبيروح له واحد من رجالة بويكا وبيحاول يخليه يقف غصب عنه، ولكن جورج بيضربه وبيكسر له دراعه. وبيروح له بويكا وبيشتمه وبيقول له اوعى تكون صدقت انك بطل العالم بجد، وان البطل الوحيد اللي موجود في السجن ده هو انا بويكا. وعلشان جورج راجل حكيم ومش بيحب الكلام الكتير بيرشه بشوية مية وبيسيبه وبيمشي. وبتقوم بينهم خناقة قوية فبيتدخل حراس السجن وبيبعدوهم عن بعض. وبعدها بيروح مأمور السجن لبويكا في زنزانته وبيقول له ما يتخانقش مع جورج ويستنى لما يتقابل معاه في حلبة قتال رسمية. وتاني يوم فيل بيزور جورج وبيقول له ان هو ما عرفش يخرجه بكفالة لان الاجراءات معقدة جدا في روسيا وهتاخد شوية وقت. فبيتعصب جورج وبيتهم فيل ان هو بيكذب عليه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيقف جورج لوحده في ساحة السجن وبيشوف رجالة بويكا وهما بيضربوا ستيف، فبيتدخل وبيضرب رجالة بويكا كلهم. وستيف بيشكره على اللي هو عمله معاه وبيقول له على العصابة اللي بتنظم الماتشات الغير شرعية اللي بتحصل في السجن، وبيقول له ان زعيم العصابة دي واحد اسمه جاجا. وفي الوقت ده بويكا بيكون في الكنيسة بيصلي وبيجي له رجالته وبيعرفوه ان جورج ضربهم. فبيروح بويكا لجورج وبيتخانق معاه تاني، فالحراس بيتدخلوا للمرة التانية وبيفضوا الخناقة. وتاني يوم بويكا بيلعب مباراة جديدة وبيضرب خصمه بكل قوة، وبيكون جورج قاعد بيتفرج على المباراة وبيمسك بويكا خصمه وبيفضل يضربه جامد جدا لحد ما بيفقد الوعي. وبعدها بيقف قدام جورج وبيشاور له وبيتحدى في مباراة ما بينهم. وبيروح جورج لزنزانته وبيجي له ظابط وبيقول له ان المأمور محتاجه في مكتبه، فبيرفض جورج
جورج ان هو يروح وبيأمر الضابط الجنود ان هم ياخدوه بالغصب. فبيقوم لهم جورج وبيضربهم كلهم. فبيجي عدد اكبر من الضباط وبيتكتروا عليه وبيكتفوه وبيعذبوه اشد انواع التعذيب. وبيجي له المأمور وبيقول له ان حياته في السجن ممكن تكون احسن من كده بكتير، وان هو ممكن كمان يخرج من السجن ويرجع لبلده مقابل ان هو يوافق يقاتل بويكا. فبيرفض جورج. فبالتالي المأمور بيتعصب وبيأمر جنوده ان هم ياخدوا جورج علشان ينظف مجاري السجن. وهناك بيرفض جورج ان هو ينفذ اوامر المأمور، وبيبقى على وشك ان هو يتخانق مع الجنود مرة تانية، ولكن بيظهر مسجون عجوز اسمه كروت وبيقنع جورج ان هو ينظف المجاري. وبعد ما جورج بيخلص بيروح زنزانته وبتبقى ريحته وحشة جدا، وبيحكي لستيف اللي حصل له وبيقول له ان هو مستغرب ازاي اقتنع بكلام كروت. فبيقول له ستيف ان كروت ده كان ضابط في الجيش الروسي، وهو انه تقريبا اقدم واحد في السجن، وانه عارف كل تفصيله وكل ركن في السجن ده. وتاني يوم جورج بيكون في شغله في المجاري وبتيجي رجاله بويكا وبيحاولوا يضربوه علشان ينتقموا منه لانه ضربهم قبل كده كلهم. فبيشتبك معاهم جورج وبتدور بينهم خناقه كبيره، ومع ان هو لوحده بيقدر يضرب 2 منهم، ولكن الباقيين بيقدروا يسيطروا عليه. وبيظهر هنا كروت وبيدخل في المعركه وبيمسك واحد من رجاله بويكا مسكه معينه لحد ما بيفقد الوعي، وبيمسك جورج الراجل التاني وبيرميه في المجاري وبيفتح كروت الغاز في وش اخر واحد من رجاله بويكا. وبعدها بيجي حراس السجن وبيحبسوا جورج في الحبس الانفرادي، وبتكون الزنزانه مليانه بميه المجاري، وبيفضل جورج واقف على رجله طول الوقت. وبيجي الليل وبيكون جورج على وشك ان هو يفقد وعيه، ولكن بيجي كروت وبيديله ميه واكل. وتاني يوم بيجي الحراس وبيخرجوا جورج من الزنزانه وبيسمحوا له ان هو يستحمى وينظف نفسه، وبياخدوه على اوضه كبيره في السجن. ولما بيدخل جورج بيلاقي قدامه سفره عليها اكل فاخر، وبيظهر له هنا جاجا وبيطلب منه يلعب مباراه قتاليه مع بويكا، وبيفهمه ان هو لو رفض طلبه هيفضل مده كبيره قوي في السجن. فبيقول له جورج ان مدير اعمالي شغال على القضيه وهيخرجني في اقرب وقت. فبيضحك جاجا ضحكه خبيثه، وفي نفس الوقت ده بيدخل فيل المدير الاعمالي بتاع جورج. فبيفهم هنا جورج ان فيل خانه، وهو اللي اصلا من البدايه ساعد جاجا ان هو يحبسه في السجن ده. فبيتعصب جورج وبيكون عاوز يهجم على فيل وبيحاول يقتله، ولكن كل العساكر بيثبتوه بالسلاح. وهنا بيفهم جورج ان هو مش قدامه اي حل غير ان هو يوافق على طلب جاجا. وبعدها جورج بيقابل ستيف وبيعرفه ان هو هيواجه بويكا. فبيقول له ستيف ان هو هيحتاج شخص يساعده اثناء تدريبه، وبيطلب منه يثق فيه ويخليه هو المساعد بتاعه علشان يرد له الجميل، لان هو وفر له الحمايه من رجاله بويكا. فبيوافق جورج، وتاني يوم بيروحوا سوا لصاله التدريب، وهناك بيشوفوا بويكا بيتدرب. وبمجرد ما بويكا بيشوف جورج بينهي التدريب بتاعه وبيخرج من الصاله وهو بيبص لجورج بنظرات تحدي. وبتمر الايام وجورج وبويكا بيتمرنوا تدريبات صعبه جدا استعدادا للماتش. وفي يوم ستيف بيستخبى في مكان علشان ياخد جرعه مخدرات، وبيدخل عليه رجاله بويكا وبيدوله جرعه مخدرات مجانا، ولكن ده مش لله وللوطن، ده في مقابل ان هو ينفذ حاجه معينه في المباراه، وهنعرف ايه هي قدام. والنهارده يوم الحسم، يوم المباراه اللي الكل مستنيها، وبنعرف ان كل الناس راهنوا على فوز بويكا وبيشجعوه جامد جدا. وقبل الماتش ما يبدا بيجي واحد من رجاله بويكا وبيدي ازازه فيها مخدر لستيف علشان يشربها لجورج اثناء المباراه ويفقد تركيزه، وساعتها هيقدر بويكا يفوز بكل سهوله. وبيكون كروت شايف اللي بيحصل، وبيبدا الماتش وبيقف بويكا وجورج قدام الحكم وبيقول لهم على تعليمات سير المباراه. فبيقول بويكا ان هو هيستخدم ايده فقط في القتال وهيغلبه برضه. وبعدها بيبدا القتال ما بينهم، وبيكون اللي مسيطر في الاول هو جورج، وبيسدد لبويكا لكمات قويه، وبويكا مش بيقدر يعمل اي حاجه وبيقع في الاخر على الارض. فبيعم الصمت في المكان كله لان محدش مصدق ان بويكا اتهزم، ولكن بويكا بيقوم تاني وبيقرر يستخدم رجله في القتال. وهنا جورج بيلاقي صعوبه ان هو يتصدى لضربات بويكا المميته، وبيفضل بويكا يضرب في جورج لحد ما الجوله بتنتهي. واثناء الاستراحه ستيف بيدي لجورج ازازه الميه اللي فيها المخدر، وبيشرب منها جورج وبيرجع للحلبه علشان يكمل. وبتبدا الجوله الثانيه وبيفقد جورج تركيزه تماما ومش بيقدر يدافع عن نفسه قدام ضربات بويكا السريعه واللي بتكون قويه لدرجه ان جورج بيقع على الارض وبيفقد وعيه، وبيفوز بويكا بالماتش. وتاني يوم بيفوق جورج وبيكون في عياده السجن، وبيكون كروت قاعد معاه وبيساله جورج عن اللي حصل. فبيقول له كروت ان هو تم تخديره، وان هو شاف ستيف وهو بيبدل ازازه الميه العاديه مع واحد من رجاله بويكا بازازه فيها مخدر. فبيتعصب جورج وبيكون في قمه غضبه وبيروح لستيف علشان يضربه، ولكن
المفاجأة ان هو بيكون شنق نفسه وسايب له رسالة بيعتذر فيها عن اللي هو عمله وان هو عمل كده غصب عنه. فبيروح جورج لبويكا وبيقول له ان هو مخادع وبيكسب الماتشات بطرق غش. فبيتفاجئ بويكا وبيقول له ان هو ما يعرفش حاجة عن الكلام اللي هو بيقوله. فبيحكي له جورج عن اللي رجالته عملوه، واثناء ما بيتكلموا بيدخل عليهم مأمور السجن. فبيروح له جورج وبيقول له ان هو لعب المباراة مع بويكا خلاص وبيطلب منه ينفذ وعده ويخرجه من السجن. فبيقول له المأمور انا يا ابني انا قلت لك كده، شوف مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده. فبيتعصب جورج وبيضربه ضربات قوية جدا. فبيتلموا الضباط على جورج وبيمسكوه وبياخدوه على ساحة السجن وبيربطوه في عمود وبيسيبوه يتجمد بالبطيء في التلج. وبيظهر بعدها ان بويكا ما يعرفش حاجه فعلا عن تخدير جورج، وبيروح يسال رجالته مين فيهم اللي خدر جورج. وبمجرد ما بيعرف ان 2 منهم هم اللي عملوا كده بيخلص عليهم فورا وبيقول لهم يعني انا بقالي سنين بعمل في مسيره من ذهب وانتم تيجوا تبوظوها بحركه زباله زي دي. وبعدها بيكون فيل مع جاجا وبياخد منه نصيبه من فلوس المراهنات، وبيطلب جاجا من سيلف المساعده بتاعته ان هي توصل فيل. وبمجرد ما بيوصل فيل للعربيه بتاعته بتطلع سيلف بالمسدس بتاعه وبتقتله وبتاخد الفلوس تاني. وتاني يوم بيخرج المساجين لساحة السجن وبيشوفوا جورج وهو مربوط في العمود وحالته سيئة جدا. فبيقربوا منه وبيلبسوه هدوم تقيلة علشان تدفيه وبيشربوه، ومن كتر الكرم اللي فيهم بيشربوه خمرة. وبمجرد ما مأمور السجن بيعرف اللي حصل بيجمع كل المساجين في ساحة السجن وبيقول لهم اللي ساعد جورج يطلع خطوة لقدام. فبكل شجاعة بيطلعوا كلهم خطوة لقدام. فبيقول لهم يعني انتوا عاملين فيها رجالة، طب كلكم هتباتوا في ساحة السجن النهارده. وبيجي جاجا للسجن وبيتخانق مع مأمور السجن علشان اللي عمله في جورج، وبيأمره ان هو يفكه فورا ويرجعه للزنزانة بتاعته علشان يعرف يكون جاهز للمباراة التانية. وبعدها جاجا بيقابل جورج وبيقول له ان هو عنده فرصة تانية ان هو يخرج من السجن وان هو يلعب مع بويكا مباراة تانية بشرط ان هو يكسب. فبيوافق جورج وبيطلب من جاجا ان هو يجيب جواكت لكل المساجين علشان تدفيهم من البرد. فبينفذ جاجا طلبه، وتاني يوم بيوزع الحراس الجواكت على كل المساجين. وبعدها بيكون جورج بيتدرب في زنزانته وبيجيله كروت وبيفهمه ان هو لازم يتعلم فن قتال الشوارع وان هو لازم يتدرب على استخدام رجليه في القتال، وبيعرض عليه كروت ان هو يدربه. فبيوافق جورج وبيبدأ كروت يشرح له بعض الحركات. وبتمر الايام وبيقرب جورج من كروت اكتر وبيعرف ان هو كان جندي في الجيش وان هو اصلا دخل السجن بدل اخوه لان اخوه متجوز ومراته وقتها كانت حامل. وهو بيعرفه ان هو كان في سجن عادي لمدة 4 سنين ولكنه حاول يهرب واتصاب بطلقة في رجله اثناء محاولة هروبه، ومن ساعتها يا حبة عيني وهو قاعد على الكرسي بعجل ده وبيكون بقى مشلول. ونقلوه على السجن ده علشان ما يعرفش يهرب تاني وان هو بقاله 19 سنة هنا. وبيوري كروت لجورج صورة فيوليتا بنت اخوه وبيقول له ان هي دلوقتي عندها 18 سنة وان هو عمره ما شافها، وده لان هو رافض ان هي تيجي تزوره في السجن. وبيتأثر جورج بقصة كروت وبيواسيه، وبعدها بيكمل جورج في تدريباته. وقبل الماتش كروت بيدرب جورج على حركة كسر الركبة. وبيجي اليوم الموعود، يوم الماتش اللي الكل مستنيه، وبتبدأ المراهنات واغلب الناس بتراهن على بويكا كالعادة، ولكن المساجين اللي ساعدهم جورج في السجن بتراهن على جورج. واخيرا بعد طول انتظار بيبدأ الماتش ما بين بويكا وجورج، وبتظهر براعة جورج في التصدي للكمات وضربات بويكا، ده غير ان جورج بيسدد لبويكا مجموعة من ضرباته القوية جدا وبيقدر يسيطر عليه طول الجولة الاولى في الماتش. ولكن في الجولة الثانية بويكا بيرجع لمستواه وبيضرب جورج وبيوقعه على الارض، وبيحاول بويكا ان هو ينفذ حركة اجبار استسلام الخصم على جورج، ولكن جورج بيضرب بويكا في وشه وبيقدر يفلت منه. وبتخلص الجولة الثانية، واثناء الاستراحة كروت بيشجع جورج ان هو لازم يهزم بويكا والا هيفضل طول عمره في السجن، وبيفكروا بالمجاري وباللحظات الصعبة اللي عاشها في السجن. فبيدخل جورج الجولة الثالثة بكل قوته وبيقدر يصد حركة خطيرة جدا من بويكا، وبيفضل بويكا وجورج يسددوا لبعض لكمات قوية ومستواهم بقى تقريبا متساوي لحد ما بيقع الاتنين على الارض. وبيقدر جورج ان هو يمسك رجل بويكا وبيكون خلاص هيتهزم، فبيفتكر بويكا حركة كسر الركبة اللي كروت علمها ليه وبينفذ الحركة على بويكا بدون اي رحمة وبيكسر رجل بويكا وبيكسب جورج الماتش. وبيتم اعلان فوزه بشكل رسمي والمساجين كلها بيهتفوا باسمه، وبعدها بيتم
وبيتم اطلاق سراح جورج من السجن، وبيديله جاجا شنطه مليانه فلوس، وبيقول له ان ده نصيبه من فلوس المراهنات. وبياخد جورج الشنطه وبيديها للمأمور بتاع السجن في مقابل ان هو يخرج كروت من السجن. وبعد كام يوم بيظهر جورج مع كروت في محطه القطر، وبتظهر فيوليتا بنت اخو كروت، وبمجرد ما بيشوفها كروت بيجري عليها وهي كمان بتجري عليه، وبيحضنوا بعض هما الاتنين وبيعيطوا، وبيكون جورج مرتاح نفسيا. وانا كمان هبقى مرتاح نفسيا لو انت عملت لايك واشتراك واستنيت الجزء التاني. بتبدأ القصة بعد 4 سنين من الجزء الاول اللي هتلاقوا لينك الملخص بتاعه في اول تعليق او الوصف. وبنشوف بويكا اللي بعد ما جورج كسر له رجله وسابه زي الوحش المجروح مش قادر يقف على رجله حتى، بس كانوا فاكرين ان دي نهايته، ولكن اللي جاي سواد على الكل. بس قبل كل ده خلينا نرجع مكان موقفنا، وبيكون بويكا في سجن وشكله بقى غريب ومتبهدل وشعره طويل جدا، وبيشتغل في الحمامات بتاعة السجن، وبنعرف انه ساب الملاكمة بسبب الاصابة اللي في رجله، وجاجا يتخلى عنه وشاف ملاكم تاني غيره علشان يكسبوا المراهنات. وكمان المأمور بيبلغوا ان الطلب اللي مقدمه لتخفيف الحكم اترفض، وممنوع يقف قدام المحكمة قبل 15 سنة سجن. وفي يوم بيشوفوا جاجا وهو بيمسح الارض وبيتضايق علشانه، وبعدها بيدخل له زنزانته وبيشوفه هو بيحاول يعالج رجله، وبيعرض عليه ينقله لسجن تاني احسن وشغل افضل، لكن بويكا بيرفض وبيطلب منه يرجعه للملاكمة من تاني. وساعتها جاجا بيتريق عليه وبيعرفه انه مستحيل يكسب بسبب اصابة رجله، لانه لحد دلوقتي بيمشي يعرج وصعب يكون رهان كسبان ليه. وبيتضايق بويكا من كلامه وبيسكت. وتاني يوم بيكون في ماتش للملاكم الجديد فلاديمير، وبيعلنوا قبل الماتش ان المسابقة العالمية للملاكمة هتبدأ، واللي هيكسب في الماتش ده هيتأهل ليها، والمسابقة دي اللي هيفوز بيها هيكسب حريته من السجن. وبيبدأ الماتش وفلاديمير بيكسب بسهولة بسبب قوته ومهارته في القتال، وبيتم اعلانه الفائز والمتأهل للمنافسة العالمية. وفي الوقت ده بيكون بويكا موجود بعد ما رجع لشكله الطبيعي وحلق شعره، وبيكون متابع الماتش من اوله. وساعتها بيرمي مية على فلاديمير وبيتحدى في قتال، وبتحاول الشرطة تهجم على بويكا وتطلعه بره، لكن بيصمم على طلبه وبيطلب انه يدخل ماتش مع فلاديمير. وساعتها جاجا بيوافق وبيستعد بويكا للقتال، وبيحاول فلاديمير يهجم على بويكا ويضربه، لكن بويكا بيتفاداه بكل سهولة وبيضربه بلكمات عنيفة وبيوقعه بره الحلبة، وبيكسب الماتش بكل سهولة. وبيعلنوا انه الفائز في المباراة والمتأهل للمسابقة العالمية. وتاني يوم بينقلوه لسجن تاني على حدود جورجيا، وده المكان اللي هتتعمل فيه المسابقة. وهناك بيتعرف على كل المساجين اللي داخلين معاه المسابقة، وبيعرف ان كلهم من دول مختلفة، وبيتعرف على راؤول من كولومبيا وجونز من امريكا. والحراس بيوزعوهم على الزنازين وبيعرفوهم ان هم هيشتغلوا في كسر الحجارة، وليهم تدريب ساعة واحدة بس في اليوم. والتاني يوم بيتنقلوا للمكان اللي هيشتغلوا فيه، وبيشتكي جونز من الشغل لانه جاي قاتل مش يشتغل، فبيتضايق منه بويكا وبيطلب منه يشتغل وهو ساكت، وبيبداوا يتخانقوا وبيهجموا على بعض، لكن الحراس بيمنعوهم وبيطلبوا منهم يركزوا في شغلهم. وساعتها جونز بيلاحظ ان راؤول ملاكم الكولومبي الوحيد اللي ما بيشتغلش وقاعد مرتاح تحت شمسية وبيقرا كتاب، وبيستغرب جونز وبيسأل الحراس بس محدش بيرد عليه. وبعد يومين بتبدأ المنافسة، واول ماتش بيدخل الملاكم البرازيلي وبيكون سريع جدا في ضرباته ومسيطر على الماتش كله وبيقدر يكسب بكل سهولة. وتاني ماتش بيدخل جونز الامريكي وبيفرض سيطرته وبيقدر يكسب بفضل مهارته القتالية العالية. والماتش التالت بيكون بويكا والملاكم الفرنسي، وبيهجم بويكا على الملاكم بعنف وبيضربه لكمات قوية وبيوقعه على الارض، لكن الخصم بيقاوم وبتدور بينهم معركة شرسة لحد ما بيضربوا بويكا في صدره وبيوقعه على الارض وبيكسب الماتش، وبيكون المتأهل الثالث للنصف النهائي. والماتش الرابع بيكون بين راؤول الكولومبي والكوري، وبرغم ان الكوري بيكون سريع جدا ولكن مهارة وقوة راؤول في اللعب خلوه يكسب، ولحد دلوقتي هو افضل ملاكم في كل الموجودين حتى بويكا. وتاني يوم بيرحلوا الملاكمين الخسرانين علشان يرجعوهم للسجون من تاني، وبينزلوهم على حدود جورجيا. وساعتها الحراس بيهجموا على الملاكمين وبيضربوهم بالرصاص وبيقتلوهم، وبنعرف ان البطولة دي سرية واي حد يخرج منها لازم يموت. وفي نفس الوقت بيكون بويكا وزمايله بيشتغلوا، وبيبدأ جونز يضايقه ويفهمه انه اقوى منه وهيقابله في النهاية ويكسبه، وبيتضايق بويكا وبيضربه في وشه وبيطلب منه يسكت. وساعتها جونز بيقوم وبيرد له الضربة وبتبدأ المعركة ما بينهم وبيضربوا بعض بعنف، وبويكا بيطلع عصبيته عليه وبيوقعه على الارض. وساعتها الحراس بيتدخلوا وبيبعدوهم عن بعض وبيرجعوهم
بيرجعوهم للسجن وبيعاقبوهم وبيحبسوا كل واحد فيهم في سجن انفرادي ضيق جدا، وبيكونوا جنب بعض. وبيحاول جونز يتكلم مع بويكا علشان يسلي نفسه لانه مخنوق في الزنزانة، بس بويكا ما بيردش عليه لانه بيتألم من رجله. وتاني يوم بيخرجوهم من السجن الانفرادي علشان يقابلوا المتعهدين بتوعهم، والمتعهدين دول يا صديقي بيكونوا هم الناس اللي جابوا الملاكمين لهنا، وبيكون كل ملاكم بيكون مسؤول من المتعهد بتاعه. وساعتها بويكا وجونز بيشتكوا للمتعهدين انهم مش عارفين يتدربوا وبيشتغلوا اوقات طويله وبيعاملوهم باسلوب وحش، فبيتضايقوا المتعهدين وبيروحوا يتخانقوا مع المأمور لانهم حاطين فلوس على المقاتلين ولازم يتدربوا كويس علشان يعرفوا يكسبوا الماتشات. وفجأة بيدخل عليهم الرئيس رايزو اللي بيكون منظم المسابقه كلها، وبيعرفهم ان المنافسه محسومه لصالح راؤول الملاكم الكولومبي لانه اكتر واحد شاطر فيهم، والخطه انهم يتعبوا باقي الملاكمين ويضايقوهم علشان يخسروا الماتشات. وبيقولوا له من الافضل ليهم ان هم يراهنوا على راؤول لانه هو الوحيد اللي هيكسب، فبيقتنعوا بكلامه وبيوافقوا وبيمشوا. وتاني يوم بينقلوا المساجين لمكان الشغل من غير ما يفطروا حتى، وكمان ما بيلاقوش وقت يتدربوا. وبيشتكي جونز لبويكا انهم كده اكيد هيخسروا، فبينصحوا بويكا انهم يستغلوا الشغل ويعتبروه تدريب، وبيبداوا يلعبوا ضغط وبينقلوا الحجاره بطريقه منظمه ويتدربوا عن طريق كسر الاحجار وبيساعدوا بعض. لكن فجاه بويكا رجله بتوجعه، وساعتها جونز بياخد اعشاب من الارض وبيديها لبويكا وبيطلب منه يطحنها لما يرجع للسجن ويحطها على ركبته في المكان اللي بيوجعه علشان الالم يخف. ومن باب الفضول بويكا بيسال جونز عن هدفه في المسابقه، وبيعرفوا جونز ان عنده ولد وبنت وحلمه انه يكسب ويخرج لهم. وبيسال بويكا عن هدفه وبيفهموا بويكا ان ربنا اداله موهبه وهو استغلها طول حياته وعاش عمره في التدريبات، ودي الفرصه الوحيده اللي قدامه علشان يشكر ربنا على موهبته القويه اللي اداها له، وهو هيقدر يشكره بانه يكسب ويكون افضل ملاكم في العالم. وساعتها بيضحك جونز عليه من باب السخريه وبيعرفه انه برضه هو مش منافس سهل، ولما يقابله في النهائيات هينتصر عليه. وتاني يوم بتبدا ماتشات النص نهائي، وماتش بويكا بيكون اول واحد مع الملاكم البرازيلي، وبتدور بينهم معركه شرسه، وبيكون بويكا هو القوه والبرازيلي هو السرعه، فبيضربوا بعض بعنف لحد ما بويكا بيضربه بلكمه في وشه وبيكسر له اسنانه، وبعدها بيلف رجله حوالين رقبته وبيوقعه وبيفضل يخنق فيه لحد ما الملاكم البرازيلي بيستسلم، وبيكسب بويكا الماتش كالعاده. وبعدها بينقلوا الملاكم من السجن وبيقتلوه زي كل اللي خسروا قبله. وتاني يوم بيخاف الرئيس رايزو والمأمور من قوه بويكا وجونز لان كده خطتهم هتفشل، وساعتها بيضايقوا جونز والحراس بتهجم عليه وبتضربه بعنف بالعصيان لحد ما بينهار من الالم، وكل ده بدون اي سبب، وبيتحبس في زنزانته من غير ما حتى الدكتور يكشف عليه. وبعدها بتستمر التدريبات بين بويكا وراؤول لحد ما بيقاوم جونز وبيقدر ان هو يقوم من تاني ويرجع يتدرب من تاني، لكن بيتألم بسبب حالته وبويكا بيلاحظ لكن ما بيقدرش يساعده. وتاني يوم وهم في الشغل بويكا بينصح جونز انه يلحق نفسه ويهرب لانه مستحيل يكسب الماتش الجاي، بس جونز بيرفض وبيعرفه انه حتى لو خسر هيرجع لسجنه من تاني والموضوع هينتهي، بس هو مش خسران حاجه، بس هيبقى حارب بشرفه ويظهر قدام نفسه ان هو ما استسلمش. وساعتها بيدخل مسجون معاهم بيوزع عليهم الميه وبيعرفوا ان اللي بيخسر ما بيرجعش لسجن تاني وبيختفي للابد، وفي شكوك ان الضباط بيقتلوه، فبيخاف جونز اكتر وبيوافق على كلام بويكا. وبيحاول بويكا انه يكسر الكلبشات عشان يهرب جونز، لكن واحد من الحراس بيشوفهم وبينادي باقي الحراس وبيهجموا عليهم، وساعتها بيضرب بويكا واحد منهم وبيرميه على الاحجار، وبيهجم جونز على تاني وبيضربوا لكمات عنيفه في وشه وبينتقم منه لانه كان واحد من اللي ضربوه في السجن، لكن في 2 ضباط تانيين بيهجموا عليه وبيضربوه بالعصيان، فبيدافع عنه بويكا وبيسحبهم بعيد عن جونز وبيضربهم وبيسرق من واحد فيهم المفاتيح وبيضرب باقي الضباط وبيفك الكلبشات بسرعه لجونز وبيخليه يهرب. وساعتها ضابط بيشوف جونز وبيضرب عليه نار وبيحاول يقتله، ولما بيشوف بويكا الضابط بيحدفه بحجر وبيجي في وشه وبيقع وبيقدر جونز يهرب منهم. وساعتها في ضباط بتهجم على بويكا وبيضربوه بالسلاح في وشه وبيقع مغمى عليه، وبعدها بيفوق بويكا بيلاقي نفسه مربوط وقدامه المأمور والرئيس براوز، فبيطلب بويكا انه يقابل جاجا، وساعتها بيتفاجأ بيه واقف قدامه وبيفهمه انه عارف كل اللي بيحصل له وموافق بيه لان رهانه بقى على لاعب تاني اقوى منه، وبيتضايق بويكا من كلامه وبيعرفه انه هيندم على خيانته ليه. وتاني يوم بيكون ميعاد الماتش اللي انا وانت يا عزيزي مستنيينه من اول الفيلم، وهو النهائي المميت بين بويكا وراؤول. واحد منهم هيطلع ويشوف النور والتاني هيونس اصحابه في القبور، وكل المراهنات بتكون
وبتكون على الملاكم الكولومبي القوي راؤول. وبتبدأ المعركة وكل واحد فيهم بيلعب بكل قوته ومهارته، وبيكون راؤول متفوق على بويكا بسبب تفاديل ضرباته وسرعة بويكا، وبيحاول بويكا يهاجمه ويضربه بعنف وبيحاول يوقعه، بس راؤول بيزقه وبيقوم بكل سهولة وبيضربه لكمة في وشه وبيكسر له اسنانه وبيكون خلاص هيستسلم، بس بويكا بيقوم وبيحاول يهجم على راؤول من تاني، بس راؤول بيكون عارف نقطة ضعف بويكا وهي رجله المكسورة، فبيمسكه من رجله وبيلفها وبيحاول انه يكسرها له، وساعتها بيتقلب بويكا بس بيقوم من تاني وهو بيعرج وبيحاول يضرب راؤول، وساعتها راؤول بيهجم عليه بعنف وبيضربه لكمات قوية لحد ما بيوقعه تاني، بس بويكا ما بيستسلمش وبيقوم من تاني، بس راؤول بيضربه تاني وبيوقعه بره الحلبة، وساعتها كله بيحتفل وبيكون الحكم خلاص هيعلن انتصار راؤول ويفوز بالماتش، بس بيفتكر بويكا كل اللي حصل له في السجن الفترة اللي فاتت وشغله في الحمامات وكل حاجة عملها علشان يوصل لهنا، وقتها بيقوم وبيربط قماشة على رجله وبيرجع للحلبة من تاني وبيهجم على راؤول وبيضربه الأولى في التانية والضربة التالتة بيوقعه على الأرض، وبيفضل يضربه لحد ما بيبدأ راؤول ينهار وينزف دم، بس بيحاول يقوم ويستغل نقطة ضعف بويكا ويضربه في رجله، وساعتها بيصد بويكا الضربة وبيضرب راؤول في رجله وبيكسرها له وبيصيبه بنفس إصابته، وبيخسر راؤول وبيكسب بويكا الماتش النهائي، وبيتخانق المتعاهدين مع الرئيس براوز لأنه خسرهم كل فلوسهم، وفي نفس اليوم بيروح واحد من المتعاهدين للمأمور وبيصوب بسلاح عليه وبيحاول يقتله، وفجأة بيدخل عليه الرئيس براوز والمساعد بتاعه وبيحاول المتعاهد يضرب الاتنين بالنار، وقتها المأمور بيستغل الفرصة وبيضرب المتعاهد بالمسدس في ظهره وبيموت، وبعدها بيرجع بويكا للسجن وهو مستعد للخروج، بس المأمور بيعرفه انهم ما قدروش يلاقوا جونز، وبما ان هو المسؤول عن هروبه يبقى مش هيقدروا يدوله الجايزة ويفرجوا عنه وهيرجع للسجن بتاعه تاني. يا فرحة ما تمت. وتاني يوم الضباط بيرحلوه وبينزلوه على الحدود وبيهجموا عليه وبيصوبوا عليه سلاح وبيكونوا خلاص هيقتلوه، ولكن فجأة بيظهر جونز وبيضربهم بالرصاص كلهم وبيقتلهم وبياخد بويكا وبيركبوا عربية وبيتصدم بويكا بجاجا راكب معاه، وبعدها بيديله جاجا شنطة فيها فلوس وبيعرفه ان ده نصيبه لانه راهن عليه هو لانه كان متأكد ان هو اللي هيكسب، وساعتها بياخد بويكا الفلوس وبيطلب منهم ينزلوه في الطريق، وساعتها جونز بيشكره على اللي عمله معاه وبيتفقوا يتقابلوا تاني علشان بينهم ماتش ملاكمة لسه مكملش، وبيمشي جونز مع جاجا بالعربية وبيتحرك بويكا وهو مبسوط انه اخيرا حر وهيرجع لبلده، وبيكون شبه يا صديقي وانا راجع لاهلي في اخر يوم امتحانات. فيهزر بقى ونخش على الجزء التاني. المهم ان بعد 6 سنين بنشوف بويكا في حلبة ملاكمة في اوكرانيا تحت الارض وبيقاتل في ماتش قانوني تبع نادي قومي، وبيدخل مباراة ورا التانية ومسابقات مع اقوى المقاتلين ومفيش ماتش بيخسروه، لكن ملقاش التحدي اللي يليق بيه، وبعدها بنشوفه في مباراة وماسك الخصم تخبيط بدون اي رحمة، ولكمة من ايده مش كفاية بس لكمة من رجله بتقدر تخلص الماتش وبيكسب بكل سهولة، بس بويكا بيزهق لانه مش بيلاقي ند ليه وبيزهق من كسب الماتشات بكل سهولة ونفسه يلاقي ملاكم يشبع رغبته في القتال. وبعدها بنروح لسجن شورنيا اللي كان فيه بويكا قبل كده، وبيظهر انهم بعد ما بويكا مشي جابوا وحش بشري علشان يكون البطل الجديد، وبيجيبوا له مقاتلين من اقوى السجون في العالم، ولكن الوحش ده من خطورته بيكونوا مركبين له سلاسل ومكلبشونه زي الكلاب المفترسة، وبيفكوا له السلاسل وبيدخل الماتش وبيكون واضح ضخامته قصاد الملاكم التاني، وبرغم ان الملاكم ده بيعرف يصمد حبة حلوين ولكن الوحش بيقدر ان هو يمسكه وبيرفعه لفوق وبينزل بيه على الارض وبيفضل يكسر جمجمته ومش بيسيبه غير لما بيخلص عليه، ومن هنا بنعرف المقاتل اللي هيشبع رغبة بويكا في القتال واللي هيكون بينهم ماتش مميت بمعنى الكلمة، وهتعرف كده في نهاية الفيديو. وبعدها بيروح بويكا الكنيسة وبيتبرع بصندوق مليان اكل ولبس للمحتاجين، والقسيس بيشكره على مجهوده معاهم وانه ليه فضل كبير في بناء الكنيسة، وبيطلب منه يبعد عن الملاكمة لان ربنا مش هيتقبل منه الخير اللي بيعمله بسبب ضربه للناس، لكن بويكا ما بيقتنعش وبيفهمه ان موهبته دي هبة من عند ربنا ولو اتخلى عنها يبقى بيغضب ربنا. وفي نفس اليوم بيجيله المتعاهد بتاعه وبيعرفه ان في مسابقة دولية لبطولة في اوروبا في بودابست وبتكون هتتعمل قريب، وكل اللي مطلوب منه يدخل ماتش ودي ويكسبه علشان مكتشف المواهب يشوفه ويختاروا للمنافسة، فبيفرح بويكا وبيوافق بدون اي تردد. وتاني يوم بيكون ميعاد الماتش وبويكا بيكون متحمس جدا لانه بدأ يحقق حلمه اللي هو الاشتراك في منافسة قانونية زي دي لانها هتخلي العالم كله يتكلم عنه، وبيبدأ الماتش مع
فيكتور وهو ملاكم روسي، وبتدور بينهم معركة شرسة بسبب قوتهم هما الاتنين. وبيهجم بويكا على فيكتور بلكمات وركلات عنيفة لدرجة انه بيحاول يكسر له دراعه. وساعتها المتعاهدين التانيين بياخدوا بالهم من مهارة بويكا وبيعجبوا بيه، وفيكتور بيرد لبويكا ضرباته وبيهجم عليه وبيضربه بعنف، بس بويكا بيتفادى ضرباته وبيضربه لحد ما بيكسر له اسنانه وبيوقعه على الارض، وبيكون الماتش هيخلص ويعلن انتصار بويكا. وفجأة فيكتور بيقوم وبيحاول يضربه برجله وينتصر عليه، وساعتها بويكا بيضرب الضربة القاضية وبيوقعه وبيكسب الماتش وبيتأهل لمسابقة اوروبا. وبعدها المتعاهد بيجيب له نصيبه من الماتش وبيعرفه انه هيسافر بودابست في خلال اسبوعين علشان يلحق يشترك في البطولة. وفي نفس اليوم بالليل وهو خارج من النادي ومروح بيشوف الاسعاف وهم شايلين فيكتور وخارجين بيه وبيعرفوه ان حالته حرجة وعنده ارتجاج في المخ. فبيتضايق بويكا انه كان السبب في اللي حصل له، ولما بيروح بيفضل طول الليل يفكر في اللي هو عمله وبيفضل يحلم بكوابيس بسبب فيكتور. وتاني يوم بيروح للمتعاهد وبيسأله على فيكتور، والمتعاهد بيعرفه انه مات. وساعتها بيتصدم بويكا وبيطلب منه يديله حاجة فيكتور اللي كانت في الخزانة علشان يطمن لو عنده زوجة او اولاد. وفعلا بيلاقيه انه متجوز وكان كاتب رسالة حب لمراته علشان يبعتها لها على بال ما يرجع. وبيطلب بويكا من المتعاهد يجيب له باسبور مزور علشان يدخل روسيا ويروح يطمن على مرات فيكتور. ولما بيرفض المتعاهد بيهجم عليه بويكا وبيحاول يضربه، فبيضطر يوافق المتعاهد بس بيحذره انه لازم يرجع قبل ميعاد السفر والا فرصة البطولة هتروح عليه وهيخسر كل حاجة. وفي الوقت ده بتكون ألما مرات فيكتور في جنازة جوزها، وبيجي لها واحد اسمه زوراب، وده بيكون راجل عصابات مدين فيكتور بمبلغ كبير وجاي علشان يطلب منها الدين وبيهددها بالقتل لو ما دفعتش الفلوس. وبتضطر ألما تطلب منه تشتغل عنده مقابل الفلوس اللي عليها، وبيوافق وبيعرض عليها تشتغل جرسونة في الملهى الليلي بتاعه. وتاني يوم بيسافر بويكا بالباص زي ما نصحه المتعاهد بانه يسافر بالاتوبيسات المحلية علشان نقط التفتيش ما بتبقاش كتير عليها وسهل يدخل روسيا من غير ما حد يقبض عليه. وفي نفس اليوم بيوصل للمكان اللي ساكنة فيه ألما وهو مركز ترفيه للأطفال، وبيقف من بعيد وبيبص عليها وهي بتلعب مع الأطفال وبتعاملهم بحب. وفجأة بتيجي عربية فيها حراس وبتاخدها وبتمشي، وساعتها بيسأل الأمن على مكانها وبيعرف إنها بتشتغل في الملهى وبيروح لها هناك. وهناك بيعرف إن في الملهى ده بيتلعب ماتشات غير قانونية برضه، واللي بيكون مسيطر على الماتشات دي واحد اسمه إيجو، وبيكون هو بطل الملهى وبيكسب أي ماتش يدخله. وبنرجع لبويكا اللي بيدور على ألما وبيلاقيها وبيحاول يتكلم معاها، لكن الحراس بياخدوا بالهم وبيطلعوه بره وبيطردوه وبيعرفوه إن ألما دلوقتي تخص الرئيس زوراب ومش مسموح لحد يتكلم معاها. لكن بويكا بيصمم وبيعرفهم إنه هيسألها على حاجة ويمشي. وساعتها الحراس بيهجموا عليه وبيحاولوا يضربوه، وبويكا بيدافع عن نفسه وبيضربهم وبيوقعهم على الأرض. ولما واحد فيهم بيصوب بسلاح ناحيته بياخده منه وبيضرب الحارس وبيفضي المسدس من الرصاص وبيرميه. ووقتها بيجي زوراب وبيقول لبويكا انه لو محتاج يقول لألما حاجه يقولها له هو وهو هيوصلها لها لانها دلوقتي ملكه وما بيسمحش لحد يكلمها، وبيفهمه انه لو قرب منها تاني هيتقتل. لكن بويكا ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيروح لها المركز بتاعها والامن بيحاول يمنعه، فبيضربوا بويكا لكمه في وشه وبيقع مغمى عليه. وبيدخل يديها الجواب بتاع فيكتور وبيفهمها انه كان معاه في القتال الاخير وانه كان المنافس ضده، وبيحاول يديها مكسبه في الماتش. لكن بترفض ألما تاخد الفلوس وبتعرفه انها مش مسامحاه وبتطرده، وبيتضايق بويكا من اللي حصل. وبعدها بيروح لزوراب بالملهى بتاعه وبيعرض عليه يشتغل لحسابه، وبيعرف بويكا انه بينظم قتالات في الملهى وبيطلب منه يحرر ألما، وفي المقابل هيلعب 3 ماتشات لحسابه. وبيوافق زوراب وبيعرفه انه مش هيحررها الا لما بويكا يتصل على البطل بتاعه اللي هيلعبه في اخر مباراة لو عرف يوصل لها، وهتكون المباريات بقوانين زوراب. وبيتفق مع بويكا على كده، وبيسأله بويكا على مكان يتدرب فيه وبيوصف له زوراب مكان صالة تدريب قريبة. وبعدها بيخرج وبيكلم المتعاهد وبيعرفه انه هيتأخر وهيقعد مدة اكبر في روسيا. وتاني يوم وهو رايح التدريب بيقابل ألما وبتتخانق معاه انه اتفق مع زوراب على القتال علشانها وانها مستحيل تقبل عرض زي ده. وبويكا بيعرفها انه مش هيتنازل عن قراره الا لما يحررها ويسدد دينها لزوراب، وبيسيبها وبيمشي وبيروح للنادي اللي هيتدرب فيه. وهناك في واحد بيضايقه وبيطلب منه ما يتدربش على كيس الملاكمة بتاعه، فبيتعصب بويكا وما بيترددش ان هو يضربه وبيوقعه على الارض، وده بيعمل لهم كارت ارهاب علشان ما حدش يقرب له تاني. وتاني يوم بيجي ميعاد اول ماتش وبيبدأ بويكا الملاكمة وبيهجم على المنافس وبيضربه لكمات قوية بعنف
بعنف لحد ما بيقع المنافس على الارض. وبيعرف بويكا ساعتها ان قوانين زوراب في الملاكمه ان الخسران لازم يموت، ولكن بويكا بيرفض يكمل عليه ويكون السبب في موته، فبيسيب المنافس وبينتهي الماتش بانتصار بويكا. وبعدها بتكلمه الما وبتعرفه انه مش مضطر يعمل كده علشانها، لكن هو بيرفض وبيسالها عن مكان ممكن يتدرب فيه غير النادي اللي راحوا واتخانق فيه. وساعتها بتقترح عليه الما يتدرب عندها في المركز وفي المكان اللي فيكتور كان بيتدرب فيه. وبيروح هناك والما بتعرفه على الاوضه وبيبدا يتدرب، واثناء تدريبه بتيجي الاطفال وبتقعد تتفرج عليه. ولما الما بتيجي علشان تمشيهم بيطلب منها انها تسيبهم يتفرجوا. وتاني يوم بيجي ميعاد الماتش تاني وبيتصدم بويكا ان المنافس اللي هيقابله هما 2 اخوات، فبيضطر يوافق لان المباراه بقوانين زوراب. وبيبدا الماتش والاتنين بيهجموا عليه وبيحاولوا يضربوه، وبيكون واحد بيضربه من ظهره وواحد من وشه، ولكن بويكا بيحاول يركز وبيبدا يواجههم بقوه وبتدور بينهم معركه شرسه، وبيحاول يضرب الاتنين باي شكل. وفي وسط القتال واحد فيهم بيضربه بعنف في ظهره وبيتصاب بويكا، لكن بيقاوم وبيكمل الماتش. وبيفضل يضرب الاول برجله والتاني بايده، وبيضرب لكمه من هنا ولكمه من هنا، وبيضربهم لحد ما بيكسر اسنان واحد وبيوقع التاني على الارض، وبيكسب الماتش بكل فخر. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف زوراب بيتفق مع مأمور السجن انه يجيب له الملاكم كوشار، وهو اقوى ملاكم موجود في روسيا كلها ومحدش بيقدر يواجهه، لدرجه ان هما بيلبسوه ماسك حديد ودايما بيربطوه بكلبشات بسبب عنفه. وبيكون ده يا صديقي نفس الملاكم اللي شفناه بيطحن خصمه في سجن شورنيا. وزوراب بيكون عاوز يعمل كده لانه عرف ان بويكا ملاكم مش سهل ومن اقوى المقاتلين المحترفين وكمان مطلوب للعداله في روسيا، ولكن المأمور بيرفض وبيعرفه ان ده خطر، فبيعرض عليه زوراب مبلغ كبير ومقابل ان هو يجيبه له، وكمان هيسلمه بويكا علشان يرجعه السجن، يعني صفقه يا بلاش بالنسبه للمأمور. وساعتها بيوافق المأمور وبيوعده يجيب له كوشار في الماتش الاخير. وبالليل بيكون بويكا في المركز بيتدرب وهو بيتألم بسبب اصابه ظهره اللي عملها له التوأم، وبتيجي الما وبتجيب له مرهم وبتساعده وبتدهن له ظهره علشان يخف. وساعتها بتطلب منه يمشي وما يكملش الاتفاق، لكن بويكا بيرفض وبيعرفها انه مش هيمشي الا لما تسيب روسيا هي كمان ويطمن عليها بعيد عن زوراب. لكن الما بتتضايق من كلامه وبتعرفه انه مركز الترفيه ده كان حلمها هي وفيكتور واخيرا بدأ يتحقق، ومش هتقدر تسيبه لانها الامل للاطفال اللي بيربوهم علشان يعيشوا حياه كويسه، والا هيطلعوا مجرمين ورجاله عصابات. وتاني يوم الصبح بيتصل المتعهد ببويكا وبيعرفه انه حجز له تذكره في نفس اليوم الساعه 10 ولازم يلحقها والا المسابقه هتروح عليه، فبيعرفه انه هيخلص الماتش اللي عنده ويروح له على طول. وبالليل بيكون الماتش الاخير وبيواجه بويكا الملاكم ايجو اشهر ملاكم في المدينه والكارت الكسبان لزوراب. وبيبدا الماتش وبيكون ايجو عنيف مع بويكا لانه غيران منه بسبب انتصاراته، وبيهجم على بويكا وبيضربه بقوه وبويكا بيرد له ضرباته بعنف لحد ما بيضربه ايجو في ظهره في نفس اصابه الماتش اللي فات، فبينهار بويكا من الالم وما بيكونش قادر يقوم، ولكن بيحاول علشان الما وبيقدر ان هو يقوم ويهجم على ايجو وبيضربه بقوه وبينط في الهواء وبيسدد له لكمه مميته، وبيقع ايجو على الارض وبيقدر بويكا انه يكسب الماتش. وساعتها بيخرج بويكا وبيطلب من زوراب ينفذ اتفاقه، ولكن زوراب بيرفض وبيفهمه ان اتفاقهم لسه ما خلصش لانه ما نفذش شرط انه يهزم البطل بتاعه وهو كوشار، ولو ما وافقش هتفضل الما ملكه. فبيتضايق بويكا وبيتهمه بالخيانه، بس بيضطر يوافق علشان الما. وبيتصل بويكا بالمتعهد يتاكد منه بميعاد الرحله وبيبلغه انه هيحاول يلحقها وبيرجع بسرعه للحلبه علشان يقابل كوشار. واول ما بيدخل كوشار الكل بيخاف من منظره وبيفك السلاسل وبيدخل الحلبه وبتبدا المباراه، وبيتصدم بويكا من قوته وبيحاول يضربه بكل الطرق، بس كوشار بيكون قوي وعنيف جدا وبيهجم على بويكا وبيضربه بعنف لحد ما بيوقعه على الارض، لكن بيحاول بويكا يقاوم لانه بكده هيخسر. وبيشوف الما وهي متضايقه وخايفه، فده بيديله جرعه حماس وبيقوم من تاني وبيهاجم كوشار، وبتدور بينهم معركه شرسه وبيضرب كوشار بكل قوته وبيكسر له اسنانه وبيوقعه على الارض وبيلف رجله حوالين رقبته وبيكسر دراعه، وفي الاخر بيضربه ركله عنيفه وبيوقعه بره الحلبه وبيكسب بويكا الماتش. وساعتها بيشاور زوراب لرجالته انه يهجموا على بويكا ويضربوه بالعصيان، لكن بويكا بيقف قدامهم وبيواجههم وبيضربهم كلهم وبيحاول يلحق الما لان زوراب خطفها، بس فجأة بيضربه واحد من رجالة زوراب بالرصاص في كتفه وبيقع في الارض وبياخد سلاح موجود على الارض وبيقتل الراجل اللي ضرب عليه نار بيه. وبعدها بيروح لزوراب وبيلاقيه مصوب بالسلاح ناحية الما وبيهدد بويكا بقتلها، وساعتها
وبعدها بتعض ألما في ايده فبيسيبها، وبيستغل بويكا الفرصة وبيهجم على زراب، ولكن زراب بدون تردد بيضرب على بويكا الرصاص وبيتصاب بويكا في بطنه بكذا طلقة، ولكن بيقاوم وبيهجم على زراب وبيفضل يضرب فيه وبيخنقه لحد ما بيخلص عليه، وبعدها بينهار من الألم وبتحاول ألما تساعده وبتطلب منه يقوم بسرعة قبل ما الشرطة تيجي، لكن بويكا ما بيقدرش وبيطلب منها تعرفه انها سامحته، بس قبل ما ترد عليه الشرطة بتيجي وبيقبضوا عليه وبيرجع بويكا لسجن من تاني. وبعد 6 شهور بنشوف ألما بتزوره في سجن وبتعرفه انها مسامحاه وبتوري له رسومات الاطفال اللي رسموها له لما كانوا بيتفرجوا عليه وهو بيتدرب في المركز، وبتشكره ان رجع لها حريتها من تاني، وساعتها بيفرح بويكا وبيرتاح نفسيا وبيرجع للملاكمة من تاني جوه السجن، وبيدرك ان ده مكانه ودي موهبته اللي اتكتبت عليه، وبيرجع علشان يكون البطل اللي محدش بيقدر يقف قصاده. وبيخلص الفيلم، بس ده ما يمنعش ان انا عملت لك قناة بنزل عليها فيديوهات مجمعة، فاللي بيحب الفيديوهات الطويلة يروح يشترك هناك، وده ما يمنعش برضو انك تشترك هنا وتفعل زر الجرس ولايك كمان لو الفيديو عجبك. وبس كان معاك مندو، صلى على النبي والسلام.